حلقتنا النهاردة بنتكلم عن ملك من ملوك مصر، الملك أمنتحتب الثاني، ملك من ملوك الأسرة 18. اتولى الملك العرش بعد وفاة والده الملك تحتمس الثالث، وكان عمره حينئذ بينازل 18 سنة. وضع التاج المزدوج فوق رأسه وقبلته البلاد، ملكا مؤلها بتدين لي إمبراطورية من أكبر الإمبراطوريات اللي عرفها العالم القديم. أما بقى عن نشأته فبتشير الأدلة الأثرية والنصية إلى أنه قد نشأ تنشئة عسكرية. فقد أدرك الملك تحتمس الثالث والده طبعا إن لا بقاء لهذا الملك الواسع العريض إلا إذا خلفوا على العرش ملك قوي الشكيمة محب للحرب. لهذا أسلم ابنه منذ صغره لأحد ضباطه ليشرف على تربيته التربية العسكرية اللازمة. وأنشأ تحتمس الثالث مدرسة في قصره في طيبة عشان يعلم فيها ولي عهده والكثير من أبناء ضباطه وكبار رجال البلاد وأبناء أمراء آسيا اللي بيقربوه في السن ليشبوا جميعا معا وارتبطوا برباط الصداقة معه لكي يخدموه في مستقبل أيام وخدمة الصديق للصديق، وهي خير وأجدى من خدمة العبد للسيد. وعاش تحتمس الثالث حتى أتم ابنه 18 سنة من حياته. فلما تربى على العرش وجد حوله رجال أبيه الذين ساعدوه في إنشاء وإدارة الإمبراطورية، كما وجد الخزائن مليانة والبلاد آمنة. سياسته الداخلية ترك الكثير من المباني والتشييدات في مناطق كتيرة جدا في مصر، منها زي تل بسطة ومنف وميدوم ودندرة. سياسة الملك الخارجية بقى تجاه آسيا واللي كان مميزة جدا. عندما جلس أمنتحتب الثاني على العرش حاولت الولايات التابعة لمصر ومنها سوريا في غرب آسيا إن هي تقوم بثورات ضد الملك، وأرادت إن هي تتخلص من الحكم المصري. عز ذلك طبعا على الملك الشاب واعتبره استخفافا بيه، واندفع نحو سوريا على رأس جيشه فهزم كل من لم يقدم للولاء، وكان انتقامه شديد وأتى بما لم يؤتي به أحد من أجداده من قبل إزمالا للتنكيل بأعدائه. أحضر معاه 7 من أمراء المدن السورية لطيبة وقتل منهم 6 أمام الإله آمون في طيبة. أما السابع بقى فأرسله لنباتة ليشنق هناك أمام آمون سيد جبل بركل. كان لهذا العمل أثره، فسرعان ما ظهرت سرعان ما عرفت آسيا إن الجالس على عرش مصر قادر على الاحتفاظ بهيئته، ولهذا أخذت جميع المدن بترسل للملك هداياها وتبعث بخيرات بلادها طبعا للملك. وكان في مقدمة البلاد دي مملكة ميتاني ومدينة قادش. أما في العام ال9 من حكمه فقام بحملة تانية تجاه منطقة آسيا، لكنها كانت حملة تفتيشية أكثر من إن هي تكون حملة حربية، لأن الثورة اللي قيل عنها إن هي قامت في فلسطين لم تكن إلا فتنة صغيرة محلية ظهرت في إحدى المدن. بيحكي لنا الملك أمنتحتب الثاني أخبار الحملتين دول، الحملة الأولى والتاسعة، على اللوحتين الشهيرتين ليه اللي عثر على إحداهما في الكرنك منذ فترة طويلة، وعثر على اللوحة التانية في منف تقريبا عام 1941. وقد أمر الملك بإعلان انتصاراته على اللوحتين دول في أكبر معابد مصر، وهما معبد بتاح في منف ومعبد آمون را في طيبة. وبيحكي لنا فيها الكثير بقى من إنجازاته وبطولته الشخصية وجرأته وقوته البدنية. أما بقى كبار الرجال في عصر الملك أمنتحتب الثاني، قد أحاط الملك أمنتحتب الثاني نفسه برجال جدد قرب ليه شبان، وبخاصة ممن كانوا رفقاء في طفولته اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي نشأوا معاه في المدرسة اللي والده أنشأها له. وفي جبال الطيبة بنرى مقابر هؤلاء الموظفين، من أهمها مقبرة قن آمون اللي كان بيتمتع بنفوذ كبير، ورسمت على جدرانها الهدايا اللي كانت قدمت للملك في عيد السنة الجديدة، ومقبرة وسرحات ومقبرة بأسر ومقبرة آمون بت. جدران هذه المقابر مغطاة بمناظر بتكمل مناظر مقابر عهد الملك تحتمس الثالث في دراسة الحياة الاجتماعية لبلاد آسيا وغيرها. ظل تمثيل تقديم الهدايا والجزية كما كان في عهد أبيه، وزاد عليها الميل لتصوير مناظر الصناعات المختلفة والحفلات المنزلية بما فيها من بذخ وتوفير السرور. أما بقى عن عائلة الملك، هناك شيء من الخلاف بين الأثريين في من كانت الزوجة الملكية للملك. أكبر الظن إن هي كانت أخته من أبيه الملكة تعا، اللي أصبحت فيما بعد أم الملك تحتمس الرابع اللي خلفوا على العرش. كان للفرعون أمنتحتب الثاني 5 أولاد ذكور أسلمهم إلى مربي اسمه حقر نجح، رسمهم جالسين على ركبته من قبره في طيبة، لكن أسمائهم ما عدا اسم الأمير تحتمس قد محيت عمدا فيما بعد بسبب الخلاف اللي دب في العائلة
بعد موت والدهم بعد أن قضى 25 سنة في الحكم أو في الملك، ودفن في قبره الذي أعده في وادي الملوك. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا حتى لو بمعلومة بسيطة. انتظروني الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.